بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك معنا في القناة تشجيعا لنا. أما بعد، فقصتنا لهذا اليوم بعنوان اقسمها بيننا. فعن عبد الله بن أخت مسلم بن سعد أنه قال: أردت الحج، فدفع إلي خالي مسلم 10,000 درهم، وقال لي: إذا قدمت المدينة فانظر أفقر أهل بيت بالمدينة فأعطهم إياها. فلما دخلت سألت عن أفقر أهل بيت بالمدينة، فدللت على أهل بيت فطرقت الباب، فأجابتني امرأة: من أنت؟ فقلت: أنا رجل من أهل بغداد، أودعت 10,000 وأمرت أن أسلمها إلى أفقر بيت في المدينة، وقد وصفتم لي فخذوها. فقالت: يا عبد الله، إن صاحبك اشترط أفقر أهل بيت، وهؤلاء الذين بإزائنا أفقر منا، فتركتهم وأتيت أولئك فطرقت الباب، فأجابتني امرأة، فقلت لها مثل الذي قلت لتلك المرأة، فقالت: يا عبد الله، نحن وجيراننا في الفقر سواء، فاقسمها بيننا وبينهم.